عبد العزيز حسن زوج الفنانة علا غانم في تصريحات جديدة ليه قال: أنا عرضت نفسي للخطر لما أخوها عمل حادثة وسافرت بيه دبي علشان أعالجه، ووقفت جنبه وحاولت أعلمه البيزنس، وعملت حاجات حلوة كتيرة جدا لعلا غانم كان نفسي تفتكرها لي. وقفت جنب بناتها ووقفت جنب أمها وأبوها. أنا عيشت علا في فيلل بعد ما كانت كل حياتها في أوضة وصالة. كان عندي فيلا في عرابي وفيلا في العين السخنة على المية على طول، وكان عندي مركب. ما كنتش أعرف إن دي هتبقى النهاية. التمثيل بتاعها هو اللي ضايقني. علا كنت بجيب لها لبن العصفور. عيشت علا من أوضة وصالة وحمام ومطبخ لحياة كبيرة جدا. خليت حياتها نعيم، وكنت بحاول أخلي كل حياتها نعيم. وما كنتش منتظر تعمل اللي عملته فيا ده وتجيب بلطجية ليا علشان يضربوني وأمها تضربني، وأخوها حصل له تخلف عقلي وكان غير متزن. أنا اللي وقفت جنبه من ساعة ما حصلت له الحادثة. وكل الحاجات دي ما اتشالتليش، وده يخليني أقول إنها ممثلة. وأنا أول ما نزلت مصر ما كانش عندي فيلل، كان عندي شقة والدتي اللي كانت شارياها من زمان في منطقة الشيراتون في مصر الجديدة، وعلا كانت بتجيلي على الشقة دي وهي راكبة تاكسي، والسواق اللي كان بيجيبها كنت بدفعله الأجرة بالأسبوع. وبعد كده علا قالت لي إحنا مش هنقدر نعيش في شقة، نزلنا اتفرجنا على شقق وفلل، وبالفعل عجبتنا فيلا في جمعية أحمد عرابي. اشترت لها الفيلا ووضبطها بالطريقة اللي هي عاوزاها. مش بس كده، أخدتني كمان على منطقة اسمها العين السخنة. أنا ما كنتش أعرف اسم المنطقة دي من قبل كده لأني عايش برا مصر من سنين. واشتريت فيلا هناك على المية في العين السخنة، واشتريت محطة بنزين. وعلا بتقول إنها بتصرف عليا. أنا اشتريت لها بدل العربية 2 علشان أولادها يروحوا المدرسة بالعربية، وعلشان هي يكون عندها عربية وما تروحش تاني أي مكان بالتاكسي. وعملت لعلا غانم صيت، وكنت بجيب لها الأستاذ شيكو المصور علشان يصورها وينزل لها صورها على الانستجرام. ودفعت له سنة 2006 50,000 جنيه علشان يعمل لعلا غانم دعاية. وجبت الجنسية الأمريكية لكل أولادها. وعلا غانم معاها الجرين كارد لأنها كانت رايحة جاية على أمريكا، ما كانتش مستمرة هناك، وما أعتقدش إنها هتاخد الجنسية لأن هيبقى عليها أحكام هناك. وأخوها خليته يمسك محطة البنزين بتاعتي، وأمها سفرتها أستراليا. حتى العمارة اللي كان عايش فيها والدها وعمامها رحت وضبطها لهم لأنها كانت بايظة، وأخدت من وقتي 3 أشهر علشان أوضب لهم العمارة دي وأعمل لهم جنينة. كل الحاجات اللي عملتها لعلا غانم كان متخطط لها من الأول، إزاي يستغلوا عزيز لغاية ما يوصلوا للحاجات اللي هم عاوزينها، وبعد كده يدوله بالشلوت. وللأسف هو ده اللي حسيته. وكمل كلامه وقال: وهي عملت مع جوزها الأولاني بالظبط نفس اللي عملته معايا، وجوزها التاني حاولت تعمل معاه بالظبط نفس اللي عملته معانا، لكن هو فقسها بسرعة، وعلا ده لقيته بسرعة. لكن أنا مثلت عليا كويس. أنا اللي كنت محتاج واحدة مصرية، كنت محتاج يكون عندي عيلة مصرية اللي أنا كنت مفتقدها بقالي 30 أو 35 سنة.